عذرا يا رسول الله، فلم يعد الإيمان يماني ولا الحكمة يمانية. السلام عليكم. للأسف أقول هذا الكلام بعد مشاهدتي لمقطع أحداث شبوة. وأحداث شبوة لمن لا يعرفها هي عبارة عن حادثة قتل حصلت قبل يومين تقريبا في محافظة شبوة اليمنية بسبب خلاف على قطعة أرض كما وردني. وبعد ما صارت هذه الجريمة قام أهل القاتل بالقبض على ابنهم وتسليمه لذوي المقتول مباشرة بعد الحادثة، وقالوا لهم: هذا ابننا الذي قتل ابنكم، افعلوا به ما شئتم، بغيتوا تسامحونه أو تعدمونه أو تسلمونه للدولة، هذا شأنكم. طبعا أهل المقتول بعد ما غادروا أهل القاتل المكان قاموا بتكبيل هذا الشخص وقتلوه مباشرة بدون أي محاكمة، بدون أي هنا أتساءل: أين الإيمان؟ أين الحكمة التي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بها أهل اليمن قبل 1400 سنة؟ طبعا لا نعمم، هذه أحداث فردية تمثل الأشخاص اللي قاموا بهذا الفعل، ولا نعمم ذلك على أهل اليمن، فأهل اليمن فيهم الخير والبركة إن شاء الله. تابعوا معي المقطع ونكمل بعد ذلك. كيفكم يا رجال؟ مساكم طيبين. هذا بنكم وهذاك بنا، تمام ولا؟ وهذا هو بصركم لكم يا حوتنا ويا صورنا، ان بتعدمونه وان بتسجنونه انتم ابصر. وهذا هو وصلت. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. من النبي. يلا. على خير يا رب. بيض الله وجهك. طبعا شفتوا معي المقطع وضاقت صدوركم مثل ما ضاق صدري، وتساءلتوا مثل ما أنا تساءلت: ما الذي يحدث في اليمن؟ أين الإيمان؟ أين الحكمة التي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بها أهل اليمن قبل 1400 سنة؟ لا شك بأن ما يحدث في اليمن من وجهة نظري هو بسبب غياب سلطة الحكومة المركزية، فوضع اليمن حاليا لا يسر أي إنسان. فهناك مناطق تحكمها ميليشيات تابعة لدول في المنطقة، وهناك مناطق تحكمها قبائل وتديرها بحسب الأنظمة والأعراف القبلية، وهناك مناطق يسيطر عليها أيضا مسلحين يبحثون عن مصالحهم. فالإنسان إذا شاهد مثل هذه المقاطع لا يسعه إلا أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما هو فيه من نعمة الأمن، نعمة الحكومة التي ترعى مصالح الناس، وجميع المواطنين فيها متساوون، من يخطئ يحاكم ثم تصدر بحقه العقوبة المناسبة. أما مثل ما نشوف في اليمن وفي بعض البلدان الأخرى التي تنتشر فيها شريعة الغاب، تنتشر فيها الاحتكام إلى بعض الأعراف القبلية، لا تنتج لنا سوى مثل هذه المشاهد المؤلمة. تحياتي للجميع.